مع الله. أنا يا رب كثيرا ما أسقط وأبعد عنك، وأنت تقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم، وأنا أريد أن أناقش هذا الأمر معك. كيف نرجع إليك إن لم ترجع أنت إلينا؟ في قصة الخروف الضال ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال أن يرجع إليك، أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على منكبيك فرحا. آدم الذي هرب منك واختفى وراء الأشجار، هل كنت تقول له ارجع إلي فأرجع إليك؟ أنت اللي رجعت إليه، مش هو اللي رجع إليك، ومع ذلك بتقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم. لا يا رب، أنت اللي ترجع إلينا عشان نرجع إليك. لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، لا يا رب، أنت اللي ترجع إلينا عشان نرجع إليك. نقطة البدء تكون منك مش مننا. أنت بتقول يا رب في سفر حزقيال النبي أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. أنت بتقول أنا أطلب الضال، اطلبه إذن واسعى إليه واسترد المطرود. أنت بتقول أخلص غنمي فلا تكون بعد غنيمة. هل تظن غنمك هتقدر تخلص نفسها إن لم تخلصها أنت؟ إذن أين وعودك هذه يا رب؟ إذن أين وعودك هذه يا رب؟ إذن أين وعودك هذه يا رب؟ أين وعودك التي قلت فيها عن غنمك في يوحنا 10 خرافي أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. يا رب، ها هم الخاطفون كثيرون، ها هم الخاطفون كثيرون، ها هم الخاطفون كثيرون.